دققوا أحبتي، المسألة واقعا وثقوا مني، أنا هكذا أبحث المسألة. المسألة لا تتعلق الآن بالتسنن أو بالتشيع، وإنما تتعلق بالإسلام عام، بالإسلام الوهابي. لاحظ الآن الإسلام عندما يأتي، وبالتالي عندما يأتي شخص على سبيل المثال مستشرق، إنسان ما من الغرب يريد أن يبحث في الدائرة الإسلامية، نعم، ويريد أن يسألنا بعض الأسئلة عن الشخصيات الرمزية لدينا. لاحظ كيف يمكن لنا أن نجيب إذا كانت هذه الشخصيات، إذا صح التعبير، أما لديها إشكال في النسب أو لديها إشكال في الشخصية نفسها، بحيث أن نفس الشخصية شخصية ماذا؟ أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع. لاحظ، يعني أضرب للمتابع العزيز مثالا، وأرجو أن يعذرني في هذا المثال الذي سوف أضربه، لأنه رغم الحساسية التي فيه، ولكن من الضروري بالمكان أن نتعرف على الحقيقة. وثقوا مني، أنا تعرضت لذلك، يعني أن شخصا ما كنت أتحاور معه وهو باحث في أمريكا في الشأن الإسلامي، فقال لي: هل تعرف مثلا على سبيل المثال، هل تستطيع أن تعرف لي من أبو بكر؟ من هو أبو بكر؟ نعم، عندما يعني أبي بكر، نعم أبي بكر خليفة المسلمين، نعم. أول خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من هو؟ يعني ما اسمه، ما اسم أبيه، ما اسم أمه، ما هي إلى آخره. نعم. عرفه لي. لاحظ، هذا سؤال ربما يبدو أنه سؤال ماذا؟ طبيعي. نعم. لا طبيعي جدا. يعني بمعنى كأنك إذا ذهبت إلى مصادر الكنى والأنساب سوف تتعرف على هذه الشخصية. نعم. لا، واقعا أنا عندما وقفت على النسب تعجبت، وتعجبت بشكل كبير جدا، ربما كما سوف يتعجب المتابع العزيز عندما نذكر الآن نسب أبي بكر. لاحظوا في فتح اللباب، هذا الكتاب، أو فتح الباب عفوا، في الكنى والألقاب، تأليف الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني المتوفى 395، ويعتبر من المصادر المهمة جدا في الكنى والألقاب. نعم. ومن تعترف به الوهابية. لاحظ بصراحة يعني أوائل القرن الثالث يعني. أحسنتم. نعم. تحقيق أبو قتيبة نضر بن محمد الفيرابي، مكتبة الكوثر، الرياض، والطبعة عين في الرياض، يعني هذا الكتاب قد طبع عين في الرياض، وتحت إشراف ما يسمى بدائرة البحوث هناك. جيد. يعني مسقط الوهابية. أحسنتم، وتحت نظرهم. نعم. حتى لا يقال حينئذ بأن هذا الكتاب مزور مزيف إلى آخره. تعال معي إلى صفحة 107 كما يظهر أمام المتابع العزيز، في باب الباء بالكنى، عند قوله في المرقم 671: أبو بكر وهو ابن أبي قحافة، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة. اضبط لي الاسم، أرجو أن تحفظوا لي هذا الاسم. هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة. جيد. تعال إلى أمه. من هي أم أبو بكر في المقام؟ وأما أمه فقال أم الخير، اسمها ماذا؟ سلمى. دقق معي. بنت صخر ابن عامر ابن عمرو. دقق معي، ارجع معي قليلا. أبوه من؟ عبد الله بن عثمان ابن عامر. أمه من هي؟ أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر. صخر بن عامر وعثمان ابن عامر، يعني أن عبد الله بن عثمان تزوج بنت أخيه. سمعت الشيخ، دققوا مرة أخرى، دققوا معي. قال أبو بكر ابن أبي قحافة اسمه ماذا؟ عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة. دقق. عبد الله دقق فيه عثمان بن عامر. أحسن. عثمان ابن عامر. أحسنتم. أمه من هي؟ سلمى بنت صخر ابن عامر. بنت الصخر يعني بنت أخي عبد الله، بنت أخي عثمان الذي هو ماذا؟ أبوه. يعني عثمان الآن عامر جده. أحسنتم. لا، تعال إلى عثمان أبيه. عثمان أبيه تزوج من؟ بنت أخيه التي هي أم الخير سلمى. دققوا معي. عجيب. دققوا معي. ولذلك يقول، لاحظ، وهي بنت عم أبي بكر الصديق، أمه بنت عمه. صريحة دكتور، الكلام صريح. عجيب. وأمه هي بنت عم أبي بكر الصديق، أمه بنت عمه.
لاحظ، أمه بنت عمه، أبوه تزوج بنت أخيه، أبوه تزوج بنت أخيه فولدت أبي بكر. عجيب. فأبو بكر هو من؟ هو من؟ ابن عم من؟ ابن عم أمه. أمي. عجيب. دققوا معي. واضح. يعني شخصا ما ذهب فتزوج بنت أخيه فولد منها ابنه، يكون من؟ ابن عم أمه. أحسن. دققوا. ها، عجيب. هذا لست نحن من نقول. دققوا معي أحد. اسمع شيخات غريبة يعني. أحسنتم. وأنا قلت قبل قليل أنك سوف تتفاجأ كما أنا تفاجأت. يعني مثل هذا الكتاب الذي يطبع عند الوهابية. أحسنتم. في تحت نظرهم وفي هذا نسب صحيح، يعني لا يوجد تلاعب في المقام دكتور، لا يمكن أن يقال في المقام. ولذلك أنا قلت لكم أنني عندما تحاورت مع هذا المستشرق في المقام قال: هل تعرف مثلا نسب أبي بكر عندكم؟ ها، أول خليفة للمسلمين. يعني الآن سلمى بنت عمي بنت أخي بنت دكتور. أخي عثمان. أحسنت. هي بنت أخي من؟ بنت أخي عثمان الذي هو ماذا؟ والد من؟ والد أبي بكر. دققوا، يعني أن والد أبي بكر الصديق، دققوا، ذهب فتزوج بنت أخيه فأولد منها من؟ أبا بكر الصديق الذي هو أول خليفة من؟ للمسلمين. فالآن عندما يأتي مستشرق ويقول: هل تعرفون أيها المسلمون ما هو نسب أبي بكر الذي هو أول خليفة للمسلمين؟ تعرفونه أو لا تعرفونه؟ لا تتوقع أن هناك تحريف، تزييف، يعني شخصية وقعت من النسب، مثلا ربما سلمى بنت فلان ابن صخر بن عامر. إطلاقا دكتور. ولو أنا نحن على المباشر أتمنى من الوهابي أن يخرج ويقول هذا النسب غير صحيح والنسب صحيح كذا وكذا وكذا. تفضلوا علينا، نحن بالمباشر لا يوجد تسجيل عندنا. شيخ باقي مثل المصادر، جميع المصادر على ذلك، جميع المصادر دكتور، جميع المصادر ذكرت ذلك، جميع المصادر. أنا لست طبعا ليس هذا محل بحث. أحسنت هذا. نعم. أنا فقط أردت إذا صح التعبير أن أبين السبب الذي من أجلي أريد في المقام أن أبحث شخصية أبو هريرة. دققوا من هذا الباب، لأننا نريد أن نقف نحن على الإشكالات قبل أن يقف عليها المستشرق الغربي. لاحظ، لسنا في مقام الطعن. ألم يتطرق إليه أحد الوهابية؟ ما هي إذا صح التعبير ما هو الجواب الذي تجده عند الوهابية؟ يقولون بأن هذا الأمر كان مستساغ في ذلك الزمن قبل الإسلام. عجيب، يعني الإنسان يتزوج بابنة أخيه. طبعا، كما أنه كان يتزوج مثلا زوجة أبيه وكان مستساغا طبيعيا جدا. لكن أنا أقول بالنتيجة هذا فيه مطعن على الإسلام أو لا؟ يعني بصراحة هذا من المحرمات. يعني احنا عندنا يعني بصراحة الذي كان يتزوج بزوجة أبيه هاي قضية أنه سبب وليست النسب. نعم. أما هذا نسب بنت أخيه، نسب يعني الديانات أنه لا يوجد عندنا من آدم إلى يومنا هذا الإنسان يتزوج ابنة أخيه بالنتيجة أنا أقول قضية مهمة جدا، أن الإسلام يوجب علينا ألا، إذا صح التعبير، ألا يتصدى له من لم يكن كفءا، سواء كان في نسبه أو في شخصه. هذا واجب. يعني اليوم كما أن هناك طعن في الشخص ربما طعن في النسب بلا شك. فلا يجوز لك إذا صح التعبير عندما يكون هناك إشكال نسبي خطير جدا بمثل هذه الخطورة أن تتصدى لمثل هذا المقام الكبير جدا، وهو أول خلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله.